طيب انا احتمال انزل الفيديو ده او ما انزلوش على حسب بقى الفيديو هيطلع فيه ايه يعني. عموما انا مش مجهز حاجه برضو النهارده. انا بقالي فتره الشغل واخدني يعني وكده، بس قررت ان انا اطلع اقول او اعمل فيديو يعني النهارده. آم، انا جد قوي بس مش عايز اخده جد، لان انا طريقتي دايما اللي هو عايزها تبقى هزار وكده. اللي كنت طالع اتكلم فيه كانت حاجه يعني. آه، بص هقول لكم حاجه. انا اولا يعني هموت من الخجل لو الناس اعرفها شافت الفيديوهات بتاعتي، بس يعني في المرحله دي من حياتي ما بقتش فارقه. حاجه تانية ان انا عملت اليوتيوب ده لان انا عندي اراء عايز اشاركها. الاراء دي لو ساعدت واحد بس هحس ان انا اضفت حاجه في حياتي. وحاجه كمان ان انا بتعلم حاجات كل يوم، فعايز اشاركها مع الناس، لان في ناس زي ما قلت لكم وحيده وبتعاني وما قدامهاش غير الثيرابي، اللي هو لو عمل لك كام جلسه سي بي تي كده يبقى هو ايه عدى العيب وهيكتب لك دواء. ومش بقلل منه، بس في الاخر مش هو ده اللي هيعمل، لان هو هيقول لك دي حياتك يعني تعامل معاها. لازم تنجز، لازم تعمل، لازم مش عارف ايه الكلام ده. يا اما لو انت عندك دواء مصنف في السيكولوجي هيديلك دواء ويقول لك كل سنه وانت طيب. وده مش تقليلا من دورهم، انا الثيرابي ساعدتني في فتره من فترات حياتي، ولكن لسه محتاج شغل كتير منك يعني على حياتك. ده اولا. ثانيا انا عندي اراء عايز اقولها، عايزها تطلع، والناس ما بتحبش تسمعها، او يعني الناس كل واحد عنده حياته وعنده مشاكله وكده. فدايما لما شخصيتي دي كانت بتطلع كان دايما الناس بت آم، يعني ما بتشتريهاش. وده طبيعي يعني، ممكن واحد مثلا يبقى بيعمل محتوى اي كلام وبعد كده يعمل له محتوى كده يعني ايه، هادف او حاجة معينة يعني مفيدة. فالمحتوى لأي كلام ده بيبيع والمحتوى ده ما بيبيعش. فكانت نفس الفكرة بالظبط، ان انا اللي كان بيبيع كان الشخصية اللي هي الشخصية مني اللي هي مضحكة ساركاستيك، بتتريق دايما على كل حاجة، بتتريق على المشاعر، ما بتتكلمش عن أي حاجة بجد. بس في نفس الوقت ده خلاني شخصية تافهة، يعني اللي هو ايه، اللي هو انا مش هقدر اتكلم معاك في الموضوع لان انا اتعودت ان الشخصية دي بتعجب الناس وبتبيع وبيتبسطوا بيها. فدي حاجة من الحاجات اللي هتساعدك تفهم انا بتكلم على ايه في الفيديوهات دي، حتى لو ارائي مختلفة. طيب هنفترض برضو قبل بداية الفيديو ان كلنا عندنا ايمان بربنا، حتى يعني انا مش عايز حاجة لان انا مش هتكلم في دينيات بقى وكده، عشان انا ما بحبش اصلا الكلام اللي هو بتاع لا بكرة مش عارف ايه يحصل ومش عارف ايه. ده الكلام ده لو احنا بنسمعه يعني ايه، يعني تمشية كلام كده. انا في حاجات معينة اللي انا بؤمن بيها، مثلا زي مثلا الصبر، ودي حاجة هنتكلم عليها النهاردة. بس ما بحبش الاختراعات بقى اللي عند الناس اللي هي ايه بتخترعها عشان تقول لسه مش عارف ايه ما جاش وجاي في السكة والكلام ده. طيب انا طولت قوي في الكلام ده، بس عشان تقدروا تفهموني شوية. انا مدرك قد ايه الموضوع يكون بيزعل ان انت تبقى عايز حاجة معينة والحاجة دي ما بتحصلش. في الحالة بتاعتي آم، كانت الحب او الجواز او سميها زي ما تسميها الصحوبية، انا ما بقاش فارق معايا المسمى ذات نفسه، لان انا جربت اغلب الحاجات فيه. وانا مش جاي انقد بقى منظومة الجواز والناس ودلوقتي ايه وكده، بس انا بحكي عن تجربة حاجة انت عايزها. جايز حد تاني يكون عايز الفلوس مثلا، او جايز حد تالت يكون عايز الخلفة، او حد عايز ايا كان بقى الحاجة اللي هي ايه اللي هي المفروض ان انت عايزها. طيب انت عايز الحاجات دي وبتتمناها جدا وكده، ومع ذلك ما بتحصلش. وناس تانية عندها الكلام ده ومن غير ما تتعب فيه، وده أمثلة كتير جدا يعني. أكيد أنا كان عندي مشاكلي، وأغلب يعني أشد مشكلة كانت عندي كانت التشتيت مثلا. ففي ناس يعني بتضرب ايس وعادي جدا حياتها ماشيه ومتجوزه ويتجوز اتنين وبتاع وكده. فدي كان دايما عندي نوع من فكره عدم الفيرنس، يعني مفيش عدل. ودي اول نقطه هنتكلم فيها، ان فعلا الدنيا مش عادله. حلو. طيب انت مش هتتقبل الفكره دي، او انا مش متقبلها. بتعمل ايه بقى؟ هنبني فكره حواليها سوا، بحيث
اوريك العدل فين في القصة دي في الاخر. ومش هتبقى حاجة، يعني هي حاجة فلسفية بس مش هتبقى حاجة تافهة صدقني، يعني مش هقول لك كلمتين وامشيك. طيب، اللي بتكلم فيه دلوقتي ان انت ما بقيتش عايز تبقى جزء من حاجة انت بتشارك فيها. يعني انا ما بكرش الخير للناس اكيد، واكيد اكيد يعني انا مثلا مش انسان وحش والالم مثلا اللي بيتسبب لي بسبب الموضوع ده بسبب ان انا مش انسان وحش، بالعكس انا انسان بفرح للناس فبزعل ان انا زعلان. بس ده طبيعي، طبيعي ان انت تبقى محتاج حاجة وعايز حاجة، وفي نفس الوقت الحاجة دي مش بتيجي، و انت زعلان اكيد. ما هو انت انسان طبيعي يعني نفسك في حاجه ما بتحصلش، نفسك في فلوس ما بتجيش، نفسك في شغل مش مستقر، وناس عندها كل الكلام ده. طيب ايه بقى هيبقى العدل في القصه دي؟ استنى معايا للاخر معلش، والله مش شغل مبيعات وكده، بس انا عايز اسستم الامور واحده واحده. حلو. دلوقتي انت مطلوب منك ان انت تروح اماكن. انت مثلا يعني تتكلم في حاجات انت يعني انت مثلا تسيب انت ما عندكش مثلا وظيفة كويسة زي الناس اللي حواليك، او بتقعد وسط ناس مستوى المادي احسن منك، او بتقعد وسط ناس مرتبطة او كده. طيب، في الاخر انت بتأدي قصتك وفي ناس بتعرف تفصل وتقول ماشي ومشي الدنيا والكلام ده وكده. بس ما تفتكرش ان الكلام ده ما بياكلش من جواك، بيضايقك لان بتحس بعدم اللي هو ايه العدل في الموضوع. دي حاجة بقى انا هقولها لك، ما تشاركش خلاص يعني بجد، اللي هو ايه، اللي هو ما تروحش اماكن فيها التريجر، اللي هو الحاجة اللي بتخليك متضايق وتروح فيها. فاهم قصدي؟ ليه؟ لان لو رحت الحاجة دي هتبقى متضايق ومش هتبقى عارف متضايق ليه، وتيجي انت عارف انت متضايق ليه بس انت مش عايز تعترف انت متضايق ليه، وتلاقي نفسك اللي هو ايه، انت زعلان وزعلان ان انت زعلان، يعني الموضوع كومباوند قوي. ف بس فده الكيس اللي حصلت معايا، لان انا كمان انا ارتبطت كتير وحاولت كتير يعني. اخر مره فعلا فعلا كنت داخل ميت، اللي هو ايه، اللي هو لا انا هنجح الموضوع ومش هعترض على اي حاجه وهمشي الدنيا ومش عارف ايه وكده. وحصلت مشكله اكبر من تخيلي، يعني حسيت ان القدر تدخل عشان خلاص هو هيملى الموضوع هيفشل. ف فتعبت من ساعتها وانا اتضايقت بقى وقررت ان انا ايه مش هفكر في الموضوع تاني. وجايز هو ده السبب ان انا فتحت اصلا الشانل دي وكده. جايز انا مش عايز احكي سر تعلقي بالارتباط وكده، او ممكن احكي عادي انا بحكي كل حاجه. قد اكون ان انا كنت محتاج صوت يسمعني، او صوت يحس ان انا شخص يعني عنده حاجه يقولها. ودي حاجه انا ما حسيتش بيها في البيت، ما حسيتش بيها عموما وسط اصحابي. ودي حاجه تضايق وحاجه تخليك تشعر بالوحده حتى لو انت حواليك ناس كتير. وكل النصيحة اللي أنا هنصحها للناس اللي هتشوف الفيديو يعني، إنك ما تلعبش ترس في مكنة أنت مش هتستفيد منها. يعني مش لازم تمشي الدنيا، ومش لازم إن أنت تروح عشان تأدي واجب لحد لو أنت متضايق. و وجزء يعني الجزء اللي جاي هفهمك ازاي تقدر ان انت تستمر وتبني حاجة وانت متضايق. دلوقتي طبعا انا الحمد لله مواظب على الجيم والشغل، بحاول اشتغل على قد ما اقدر يعني. يعني وقت كتير قوي الصراحة بس بحاول اشتغله عشان اعمل حاجة، وماشي على خطى على الورق كويسة. طب ليه الزعل؟ ليه انا بمشي في الشارع ببقى زعلان وساعات ببقى زعلان قوي يعني. ف ليه بيحصل الكلام ده؟ لان الحاجات دي زي ما قلت لك جايز تكون اي حاجة، بس الانسان اللي عايز يعمل حاجة او نفسه في حاجة، آه، الحاجات دي بتاكل جواه، بتضايقه، بتزعله، بتخليه اصلا مش عايز يعمل حاجة. وده شيء طبيعي. بتخليه ان انت عايز تروح لاقرب حاجة بتديلك متعة، سواء الناس اللي بتشرب سجاير او الناس اللي بتدخن، او انا واحد من الناس بطلت الحاجات دي وبقيت بلعب. وما بتقدرش ان انت تركز في الحاجات اللي هي فعلا هتطلعك قدام. طيب انا هقول لك العدل في القصه دي ايه. ان اشخاص اللي عندهم الحاجات دي، اولا هم كده كده كل الناس عندها مشاكل عشان اريحك.
طيب والله أنا نِفْسي في المشاكل، ودي حاجة أنا باقولها على فكرة، أنا نِفْسي في المشاكل بتاعة الحاجة اللي أنا نِفْسي فيها، على إني أفضل قاعد فيها ومش محصّلها. يعني أنا نِفْسي مشاكل الناس اللي معاها فلوس وبتاع، والقصة القديمة بتاعة واحد معاه فلوس بس تعيس، واحد معهوش فلوس بس بتاع، لا، لأ عادي، يعني الموضوع بيبقى أرزاق وتبقى متقسّمة، ودي بتاعة ربنا، وإحنا مش هندركها مهمًا قعدنا من هنا لمليون سنة يعني. ففي الآخر كُلّه أنت مش فاهم الموضوع، فدي حاجة مزعلاك. طيب هتعمل إيه؟ آمم، أنا ما لقيتش حاجة أعملها غير إن أنت تغيّر ما يمكن تغييره، و وتثق في حاجة، إن وأنت بتبني نَفْسك أو وأنت بتبني حياتك، آمم، الدنيا مش يعني مش بتحصل مرّة واحدة، فما بترجعش تندم. أي نعم أنت بتتألم، بس ما بترجعش تندم. ليه؟ لإن أنت باني حتّة، حتّة piece by piece، هتلاقي نَفْسك إن أنت وصلت لحتّة إن شاء الله أنت مش محتاج إن أنت ترجع لورا أو تتخلّى عن حاجة أو كده. هي مؤلمة دلوقتي، بس أنا مقتنع إن هي مش هتبقى مؤلمة قدّام، وجايز ما تكونش الشخص الغني جدًا اللي هو هيبقى نجم في المستقبل، مش هتبقى يعني اللي هو أغنى أغنياء الكوكب مثلًا والّا حاجة، بس هتعمل فلوس. بس هتلاقي برضه، أنا ما أعرفش هل هالاقي أصلًا حد آآ يعني يكون مناسب ليّا والّا لأ بعد القصص دي، بس خطّبت عادي. قصدي في الآخر إن أنت قد تكون ممكن ما توصلش لهدفك عادي، دي بتحصل كتير أوي، بس الرحلة اللي بتبنيها أو القص ال 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 بيسموها إيه، إن أنت مصمم على هدفك أو أنت عايز توصل، ده بيخلّيك خلاص أنت ما فيش حاجة هتوقّفك غير الموت في حياتك. آمم، فدي حاجة صدّقني هتنفعك كتير قدّام، هتنفعك في أي حاجة. أنا مقتنع إن الدنيا أغلبها فلوس، عشان أريّحك برضه، عشان ما أقولكش كلام مش تعمل. بيصعب عليّا الناس اللي هي بيبقى بيشتغلوا delivery، مع إن في منهم ممكن يكون حياته أحسن منّي، بس بيصعبوا عليّا، وبابقى نِفْسي إن يعني إن هو ربنا يرزقهم من وَسَعه وكده. باحس إن في ساعات شغلانات dead end مش هتوصّلك لحاجة. بس في نفس الوقت يعني أتمنى إن الناس دي تبقى حاسة بالسعادة وكده، وعارفة إن طول ما أنت بتسعى وطول ما أنت عايز أكتر، يعني اللي عايز فلوس هياخد فلوس، واللي عايز علاقات هياخد علاقات وكده. بس الحاجة الوحيدة اللي أنا عايز أقول عليها، ودي دينية شوية بس كل الأديان قالت عليها، اللي هو الصبر. ما فيش حاجة تانية معمولة، ما فيش حاجة تؤكد إن أنت هتوصل لهدفك وبتاع، بس ربنا قال لك اصبر. ودي الحاجة الوحيدة اللي هي إيه، النصيحة اللي أقدر أعملها لك. املى وقتك بحاجات أنت بتحبها. أنا جبت مجلة ميكي، باحب ألعب، باحب أعمل حاجات، و و و والسيستم ده، روح الجيم، استمر في شغلك. السيستم ده هيخلّيك توصل عاجلًا أو آجلًا. بغض النظر هدفك إيه، أنا مش فارق معايا هدفك ده أخلاقي مش أخلاقي بتاع، أتمنى يكون أخلاقي يعني، بس أنا مش فارق معايا هدفك ده يعني يكون إيه. بس في الآخر الحاجة الوحيدة اللي أنا مُدركها قد إيه الإنسان اللي بيكون عايز حاجة، بيكون فعلًا، فعلًا عايزها، بيتألم كل يوم إن الحاجة دي مش عنده. ف يعني علشان توصل لها لازم تشتغل. أنا في الأول قُلت الخِلفة، بس يعني في الآخر ده هِسِس عند ناس كتير أوي، إن هي لو اتجوزت مش هتخلِّف أو كده. الكلام ده بيحصل، بيخلِّفوا يا إمّا بيتبنّوا، يا إمّا الموضوع فيه سِكَك كتير. فأنا مُدرِك يعني أو أدركت إن الحياة ما فيهاش حاجات مستحيل تحقيقها. في أحلام بعيدة المنال، إن أنت تبقى لعيب كورة مثلًا في سِن 35 سَنة، ومع ذلك في واحد بيلعب لحد ال45. فالفكرة كلّها إن أنت الإجوال مش specific أوي، بس بتحصل، ونفس الإحساس أو نفس الsatisfaction بيحصل لك في الآخر. بس الفكرة إن الرحلة صعبة شوية، وهو ده الجزء اللي دايمًا بيختصروه في الأفلام والمسلسلات بيجروه. بس هو جزء صعب، هو جزء مش هين. أتمنى الناس بجد تكون يعني تقدر إن هي تعدّي الموضوع ده. حبّيت أدّيك تجربة زيي، عشان تعرف قد إيه الموضوع فعلًا بيكون بيضايق وبيزعّل، وما بتقدرش تعمل معاه حاجة. اصبر على شغلك، اصبر على دنيتك،
من غير ما حد يأذيك، يعني ده فيديو تاني لوحده اصلا. بس اصبر على الفلوس، اصبر على الحب، اصبر على حاجات كتير. لان زي ما قلت لك، والله والله انا اخر مرة يعني عملت كل حاجة عشان تتعمل، وفي الاخر الموضوع فشل. مش عارف ليه. و يعني الموضوع خلاص يعني ضايقني في نفسيتي. فعموما اتمنى لكل الناس التوفيق الصراحة. وفي لينك لجروب تليجرام موجود تحت، اللي حابب ان هو يخش يشارك قصته، احنا ندعم بعض، نشجع بعض. روحوا الجيم، طبعا دي حاجة انا هنصح بيها كل فيديو. روحوا الجيم واعملوا هوايات والعبوا، واتعرفوا على ناس جديدة. في ناس كتير قوي زينا محتاجة بس ان هي يعني ايه، تتكلم مع ناس زيها، تتكلم مع ناس بجد كده. ما تبيعش دايما شخصية عشان تفت ان. قد الموضوع ده ينفعك دلوقتي ان انت تصدر شخصية لذيذة وكده، بس انت عندك حاجات اكتر تقولها، وعندك حاجات اكتر تعبر عنها، وعندك حاجات اكتر ان انت نفسك تعملها، بس انت سمعت كلمة سيئة من اهلك او من ناس قريبة منك، او حد اتريق عليك فانت حساس، فشلت في نفسك. يعني من الاخر be yourself. ما انت هتعيش مرة واحدة، فاعمل بقى بجد اللي يرضيك واللي يخليك مبسوط، زي ما انا عملت الفيديو ده. واتمنى الناس تشوفه وتتبسط بالفيديو. غالبا انا مش هعمله اديت، وهرفعه زي ما هو كده. وانا اتبسطت ان انا الصراحه اتكلمت وطلعت اللي جوايا كله في قعده واحده من غير ما اوقف، من غير اي حاجه. اتمنى بس يعني بجد ان ربنا ينصفني وينصفكم، ونوصل بقى للحاجات اللي احنا عايزينها. انا هشوفكم بقى فترة كبيرة قدام، يعني بعد فترة كبيرة، عشان ايه هركز في الشغل حبة. وان شاء الله ان شاء الله من الشهر اللي جاي احسن الكواليتي شوية، تبقى الفلوس ظبطت وكده. واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.